اخواننا اللي صحتهم حلوه اللي بيلعبوا رجل وبالليل ينزلوا يلعبوا الكوره، لازم تعمل له منشن في الفيديو ده عشان هصدمك. هل لعب الكوره كرة القدم يغني عن تمرين الرجل في الجيم؟ طيب ناخد السؤال من ناحية تانية. لو انا اتمرنت رجل في الجيم النهاردة، ينفع انزل اتمرن كورة بالليل؟ يعني اتمرنت رجل الظهر، ينفع اتمرن كورة بالليل؟ في الفيديو ده هجاوب عن الحالتين. في نوعين من الناس، يا بيلعب كوره وبيروح الجيم فما بيتمرنش الرجل، يقول لك يا عم كده كده انا بجري، ونوع تاني مواظب على تمرينة الرجل بس تلاقيه بيلعب ماتشات كوره في نفس يوم تمرين الرجل. خلينا ناخد السؤالين دول حته حته. اول جزء، هل تمرين الكوره يغني عن تمرين الرجل في الجيم؟ بالعكس، طالما انت بتلعب كوره باستمرار اذا انت اكتر شخص محتاج يمرن عضلات الرجل. لعب كورة باستمرار يعني التحامات اكتر، يعني سبرنتات اكتر، يعني خطورة اكبر، واحتمال اصابة الركبة عندك عالي. يبقى لازم اتمرن تمرين الرجل باستمرار في الجيم، لان ده هيحميك من الاصابات الكتير. ده كمان هيعلي من ادائك في اللعب مع اصحابك عشان ما تبقاش عالة على الفريق. النقطة التانية، اتمرنت رجل الظهر في الجيم، هل ينفع اتمرن رجل بالليل؟ خليني اقولك ان دي ممكن تكون من اخطر الحاجات اللي بتعملها، اللي ممكن تسبب لك اصابات. خلي تمرين الرجل يا قبل الماتش بيومين او بعد لعب الكورة بيومين، بحيث يبقى في فترة حصل ريكفري لعضلات الرجل. لو كنت اتمرنت رجل حصل استشفاء، لعبت الكورة، يا اما العب كورة وبعد الكورة بيومين ممكن اتمرن تمرين الرجل. لكن اني اتمرن رجل وكورة في نفس اليوم، خاصة لو انا بلعب كورة جامد، ده ممكن يدخلك في مرحلة اجهاد ويسبب لك اصابات كتير. ولو عجبك الفيديو، احلى لايك احلى شير، خلي الفيديو ينتشر. ولو ليك واحد صاحبك شغال لعب كورة وجيم ورجل وكل حاجة في نفس اليوم، اعمل له منشن في الفيديو ده.